السلام عليكم، مساكم الله بالخير ويلا حيهم. قد شفت نفسك في يوم من الأيام ميت، وقد شفت شخص عزيز عليك، أبوك أخوك أمك، ميت في الرؤيا. وش وضعك إذا قمت من النوم؟ أكيد مفزوع. كثير رسائل تجيني فيها رمز الموت ويكون صاحبها مفزوع ويقول لي ها هتدل على الموت. ورمز الموت منتشر انتشار كبير في الرؤى، ويعني يستحق أن نفرد له موضوع، وخاصة أنه يزعج صاحبه ويسبب له قلق. أولا، وهذه المعلومة بكم تركزون فيها تكبرون أذانيكم، الموت رمز مثل غيره من الرموز، له معاني كثير تختلف معانيه حسب سياق الرؤيا وحسب الرائي من هو، رجل أو امرأة، وحسب الرموز المصاحبة بعد الربط. وأقدر أقول لكم أن الموت في الرؤيا غالبا، أنا ودي أقول دائما بس ما أقدر لأن ما في قواعد في الرؤى، لكن أقول غالبا ما يدل على الموت. يعني الموت في الرؤيا ما يدل على الموت في الواقع، هذا مثل ما قلت لكم غالبا. فاطمئن وروقنا. روقنا ذي خاصة للي إذا اتصلوا يقولون الرؤيا وهم يتنافضون، ولا يقولون خلاص ما عندي بالتفسير، ولا يرسل لك ويحط لك فيسات ودموع. فروقونا يا جماعة الخير وركزوا في المعلومة اللي قلتها قبل، الموت في الرؤيا غالبا لا يدل على الموت في الواقع. وأنا بعطيكم الآن مجموعة رؤى أمثلة وبتشوفون ايش تدل عليه. قبل الأمثلة أحب أقول أن أحيانا لفظك هو اللي يحدد التأويل المناسب لك، فإذا قلت موت غير لما تقول وفاة. في اللفظين هذه أحيانا يختلفون في المعنى في الرؤى، وأحيانا لا يدلون على نفس المعنى. يعني مثل ما قلت لكم الرؤى ما لها قاعدة معينة والرموز ما لها قاعدة. أبرز دلالة للموت من خلال طبعا الرؤى اللي تصلني هو دلالته على الانقطاع أو الغياب عن الأنظار أو السفر. وبمناسبة دلالة الموت على السفر، سبحان الله أنا لاحظت من السنين الماضية إذا جت العطلة الصيفية الكبيرة تجيني رؤى فيها موت وتكون تدل على الأسفار. وسبحان الله بعد ما تنتهي العطلة ويرجعون الناس إلى بلدانهم وأماكنهم تخف هذه الرؤى إلى السنة الجاية. هذا ملاحظ. طيب نبدأ في الأمثلة. هذه واحدة من الأقارب تقول شفت أن ولدي الصغير عمره 3 سنين 4 سنين، شفت أنه مات مو قدامي، شوي إلا رجع حي، بس انتهت الرؤيا. قلت لها تأويلها يغيب عن ولدت يغيب عن الأنظار وتفقدينه من البيت فترة قصيرة، يعني نص ساعة ساعة كذا، ثم يرجع للبيت سالم غانم ما في إلا العافية يعني، لكن يمكن يكون طالع منه ولا منه. هذا حصل قبل الرؤيا؟ قالت لا ما قد حصل. قلت أجل بيحصل. يومين أو 3 أيام إلا وقابلها تضحك. وش السالفة؟ قالت وقعت الرؤيا. كيف؟ قالت فجأة فقدناه في البيت، ندوره في الغرف في المطبخ في المخزن ما لقيناه، فطلعنا برا ندوره في الحارة وعند الجيران، لقيناه عند الجيران فالهاب الشباب داخل عليهم يلعب مع البزران، ولأول مرة يسويها ما قد سواها قبل، فردوه للبيت. الرؤية الثانية هذا صديق لي قال شفت ان ولدي فلان مات، بس انتهت الرؤيا. طبعا ولده عمره يعني 6 سنين حول. الرؤى القصيرة مثل هذه سهلة وصعبة في نفس الوقت. كيف؟ سهلة ان ما فيها الا رمز واحد بس، وصعبة انك لازم تختار المعنى المناسب لصاحب الرؤيا. يعني بس رمز واحد ما في رموز ثانية تخليك ترجح. ترى الرؤيا كل ما صار فيها رموز اكثر تساعدك في الترجيح بين المعاني. المهم بعد تأمل شوي قلت لها ولدك مريض في حرارة؟ قال لي. قلت يشفى ويبرد جسمه. قال جزاك الله خير. طبعا هو كان شايل همه لأن يوم هي سألني عن الرؤيا ما كان عنده ولده مسافر، فشايل هم ولده. عاد تخيلوا مسافر وشايل هم ولده لأنه مريض في حرارة، وشاف أنه مات لكنه ما فزع ولا شيء لأنه يدري أن هذا مجرد رمز وله معنى ثاني. وبالعكس الحمد لله طلع المعنى جميل. يعني المعنى في الرؤيا مفزع، وخاصة أنه هو شايل هم ولده، لكن طلع معنى الرؤيا حلو أنه يشفى من مرضه. الرؤية الثالثة هذه واحدة تقول رأيت أن في حوش بيتنا قبرين لي ولأختي. أختي قبرها جاهز ويمكن مدفونة فيه الظهر قالت، بس أنا باقي. قلت تأويلها أنت وأختك كلكم تتزوجون من أقارب وتسكنون في نفس المدينة، بل يمكن في نفس الحي اللي أنتم ساكنين فيه، وزواج أختك قبل 2 سنين، يعني هي الأولى وأنت الثانية. قالت صحيح أختي تزوجت ولد عمي وساكنين حولنا، وأنا متملكة أيضا ولد عمي. الرؤية الرابعة هذه عاد ما عرضت علي أنا، لا بنوع لكم شوي. هذه رؤية
كنت أتابع برنامج قديما للدكتور فهد بن سعود العصيمي الله يمسيه بالخير ويذكره بالخير. اتصل عليه شخص وقال له رأيت أن الموت جاني وبس، انتهت الرؤيا. يعني ما شاف نفسه مات ولا شيء، بس الموت جاني. فبصراحة عجبني الدكتور فهد في تأويله، وعجبني أكثر في الرابط اللي ربط فيه معنى الموت بالمعنى اللي قاله وبعلمكم إياه. قال له تأويل الرؤيا وخليك صادق معي، أنت ما تصلي صح؟ فقال المتصل صح. ثم قال له الدكتور فهد تدري كيف عرفت أنك ما تصلي مع أن الرؤيا ما فيها صلاة، فيها أن الموت جاني؟ قال كيف؟ قال المثل اللي الدارج اللي نقوله كلنا اللي هو جاك الموت يا كملوا صح. أنا متوقع كلكم تعرفون المثل جاك الموت يا تارك الصلاة. فسبحان الله ألفاظ المتصل متطابقة مع المثل. هو قال رأيت أن الموت جاني، والمثل يقول جاك الموت يا تارك الصلاة. طبعا الرؤيا ما تدل على أنه بيموت وهو ما يصلي وما أدري، لا 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 لا، الرؤيا بس إذا كملنا المثل بنعرف أنه ما يصلي. هنا عاد العابر أو المفسر ينصحه. وعلى فكرة التأويل بالأمثلة السائرة والدارجة على ألسنة الناس هي طريقة معتمدة ومعتبرة عند أهل التأويل، يسمونها التأويل بالأمثال. وبالمناسبة طرق التأويل يمكن 11 طريقة 12 طريقة تقريبا كذا، إن شاء الله الله ييسر موضوع مستقل لها، ما أدري متى بنشط وبقوله. الرؤيا الخامسة هذا شخص سوري قال رأيت أني ودعت أهلي أبى أموت، ورحت ودخلت في قبر وسكرت على نفسي. يقول في الرؤيا يوم دخلت القبر في بالي أن التاريخ 2 آذار. قالوا مكثت في القبر فترة ثم طلعت 18 آذار، يعني دخل القبر 2 آذار إحساسه كذا يقول، ويوم طلع إحساسه يقول أنه 18 آذار. طبعا آذار هذا شهر من الشهور السريانية المعمول بها عند أهل الشام والعراق، وهو يقابل شهر مارس بالميلادي. المهم طلع من القبر رجع لأهله وبدأ يعانقهم. انتهت الرؤيا. فقلت له تأويل رؤياك تغيب عن أهلك وتسافر مدة قدرها 16 يوم ثم تعود سالم، وسفرك بيبدأ في 2 آذار وبترجع لأهلك في 18 آذار. نفس ما شفت الموت هنا السفر ولا التاريخ نفسه. فقال لي جزاك الله خير. غاب عني فترة يمكن حول الشهر كذا، ثم أرسل لي بعدها قال لي سافرت 2 آذار ورجعت 18 آذار، 16 يوم. يعني وقعت الرؤيا، مع أنه كان متعجب كيف فسرت بالسفر. أنا في الرؤيا قاعد أموت، يعني حلوة قاعد، يعني مت دخلت قبر تقول لي بتسافر. أبرز رمزين في رؤياه وهي اللي دلت على السفر رمز الموت ودخوله في القبر، ورمز العناق بعد ما رجع لأهله. الميت كما أنه يغيب في الأرض ويدفن ويغيب عن الأنظار، كذلك المسافر يغيب في الأرض ويغيب عن الأنظار. وأما العناق فغالبا، وهذه عادة عند العرب قديما ويمكن إلى اليوم، أن الشخص إذا رجع من سفر يعانق، لكن إذا أنت شايفه كل يوم فتكتفي معه بالمصافحة أو بالسلام من بعيد. يعني واحد أنت شايفه أمس وقبل أمس فتقول له السلام عليكم مساك الله بالخير، لكن جاي من سفر لابد من عناق. أكتفي بهذه ال5 أمثلة وما ودي أطول أكثر، لأن بعض المتابعين يقول أنت تطول، وفعلا المقاطع الأخيرة 18 دقيقة 19 دقيقة طويلة. بعض المواضيع مهمة يعني، وبعض الرموز يبي لها شرح مستفيض مثل هذا الرمز، لكن ما يخالف أعطيتكم فكرة بس وأنتم أبحروا في الموضوع. ولو ما أخرج من هذا المقطع كله إلا بفائدة تطمين الناس وأن الموت في الرؤيا في الغالب ما يدل على الموت لكفى. وما شرحت رموز ال5 رؤى شرح مستفيض، يعني ماشي على السريع، لأني دائما أشرح، والمرة هذه بخليكم أنتم تفكرون في الرابط بين التأويل والرؤية نفسها. يعني أعطيتكم إلماحات عامة، دلالات عامة. اللهم الرؤية الأخيرة بس يمكنني شرحت شوية رمز الموت ورمز العناق. شكرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وشكرا للي يسوون سكيب، وشكرا اللي ما دخل السنابات أصلا وشافها. شكرا للجميع، السلام عليكم.